أنا سمر ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة يشرفني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة بأمر الله هنشوي فراخ الطريقة معروفة، بس أنا جربتها وقلت ايه أشارككم معايا كده التجربة وأقول لكم بجد. والله العظيم بجد الفراخ طلعت حلوة جدا. أول حاجة معايا دي فرخية كده غسلها كويس بالملح والخل والليمون ونقعها لمدة ساعة. هاتي بقى البولة أو سرفيس أو صينية أو أي حاجة عندك وانزلي فيها كده ببصلاية كبيرة مبشورة، طماطماية كبيرة أو طماطمتين كده مبشورين بشر ناعم بالشكل ده. مش هستخدم خضار غير بصل وطماطم، وهنزل بعصير ليمونة كده، أعصر ليمونة كبيرة على البصل والطماطم. عصرت كده الليمونة بالشكل ده. هبتدي أنزل بقى بالبهارات بتاعتي، وهي معلقة كده من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الملح بالشكل ده. وطبعا الملح بقى انت وذوقك ظبطيه. معايا معلقه برضو صغيره من الفلفل الاسمر، معايا معلقه صغيره من البابريكا مليانه، ومعايا دوت ريحان. فركته كده بايدي وحطيته فوق الطماطم والبصل والبهارات. وهبتدي ان انا طبعا اقلب، ونزلت بشويه من الزعتر بس الكاميرا كانت فاصله. هبتدي بقى ان انا دلوقتي امسك الفرخه بتاعتي، اتبلها كويس جدا بالتتبيله دي، وتحت الجلد كده ومن فوق ومن تحت ومن كل مكان. وهحشي بطن الفرخة كده من جوه بالتتبيلة دي علشان تاكلي فراخ طعمها حلو، واللحم بتاعها كده طعمه جميل وشارب من التتبيلة ومتبهر أحلى بهار. لما تتبليها ما تعملهاش على طول، اركنيها أقل حاجة ساعة. أنا ركنتها بصراحة ساعتين على بال ما خلصت اللي ورايا، وبعد كده دخلتها الفرن. بصي بقى دلوقتي ببتدي ان انا احشي الفرخة كده من تحت الجلد. وحشيتها كده بضمير، او تبلتها او بهرتها بضمير زي ما احنا شايفين. هاخد بقى دلوقتي معايا دي زبدة، معايا كده قطعة من الزبدة. هنزل على الزبدة بشوية برضو من الريحان بالشكل ده. على فكرة الريحان بيدي ريحة حلوة جدا. عايزة اقولك ان اول ما دخلت الفرخة الفرن ما عداش عليها ربع ساعة وريحتها كانت حلوة جدا، ريحتها مالية الشقة كده عشان ريحة الريحان حلوة قوي. حتى انا عملت مكرونة وحطيت برضو للمكرونة كده ريحان، كانت ريحته جميلة جدا. وهبتدي بقى بعد ما حطيت الزبدة كده مع الريحان، هبتدي ان انا احشي تحت الجلد كده يعني ادي لفة كده بالزبدة. ايوه، يعني احط الزبدة على الفرخة وادهن كده وادهن بايديا كده الفرخة بالشكل ده. طعم الزبدة بقى مع الفراخ والله عسل، وبالذات لما اتشوت كده. ابتديت بقى ان انا كده فردت كده ورق ألمونيوم في الصينية بتاعتي، طبعا لان انا هشوي الفرخه. عايزه اقولك ان انا هشويها دي كده ازازه لبن ازاز. عندك برطمان اشوي فيه عادي، عندك ازازه حاجه ساقعه صغيره ام 5 جنيه اشوي فيها، ازازه كبيره كده اشوي فيها. ممكن الكنز، علبه الكنز بعد ما تخلص تشوي برضو فيها كده، تحطيها وتوقفي كده الفرخه بالشكل ده. خلاص كده حطيت الفرخة في الإزازة، وطبعا بقى في اللي هو البهارات والصوص ده كده باقي. فابتديت ان انا ادهن برضو الفرخة بعد ما وقفتها كده او حطيتها في الإزازة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى دلوقتي اعمل هبتدي ان انا اجيب ورقة زبدة وبلتها مية واغطي بيها الفرخة والفها كده داير ما يدور. يعني يعني اغطيها كده داير ما يدور بالشكل ده. وبعد كده هجيب ورقة ألمونيوم اغطي برضو بيها الفرخة بالشكل ده. والله ده انا كأني بكتفها عشان ما تهربش يا جدعان عشان ما تطيرش. هاخد الفرخة بتاعتي، طبعا انا مسخنة الفرن طبعا، هدخلها بقى على اعلى درجة حرارة بقى 200 220. عايزة اقولك ان انا حطيتها على الرف يعني
مباشرة للفرن، شِلت الشبكة خالص وحطيتها مباشرة للفرن. طبعًا شكلها زي ما شُفنا كده كان على الإزازة، طعم البصل في قلب الفرخة والطماطم تحفة، ريحة الريحان تحفة، ده بتدوب معايا. ممكن بقى تعملي جنبها رز بسمتي كده بالخضار، ممكن تعملي أنا عملت مكرونة كده، عملت مكرونة اسباجيتي، حطيت برضه فيها ريحان وكان عندي حبة جبنة رومي مبشورة، ضفتهم كده للمكرونة، كان طعم المكرونة حلو جدًا، والفراخ كان طعمها حلو وريحتها. عايزة أقول لِك بقى لو أنتِ عايزة تستني تحمّريها أكتر من كده أو تدّيها لون أكتر براحتك، بس إحنا مش بنحبوها أكتر من كده. سخنة جدًا على إيديّا مش عارفة إني أمسكها ولا أقطعها، بس هاقطعها. مش عارفة أمسكها، قطعت كده الفراخ معاكم، بجد طريقتها جميلة، جميلة، جميلة وسهلة وبسيطة اعمليها. أنا عارفة إن الطريقة كُلّه عارفها، بس أنا قُلت أشاركها كده معاكم، ممكن أكون حطيت توابل مختلفة، ممكن يعني استوت كده وده بتدوب معايا زي ما إحنا شايفين الفراخ استوت، وطعمها والله كان حلو جدًا، غير بقى صينية الفراخ في الفرن، غير الكيس الحراري. باحبكم في الله أحلى أخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي.